نحن في الأعلى نبني مدينة ثانية، أطباء بلا مرضى ولا دماء، أساتذة بلا ازدحام وصراخ على الطلبة، عائلات جديدة بلا آلام ولا حزن، وصحفيون يصورون الجنة، وشعراء يكتبون في الحب الأبدي، كلهم من غزة، كلهم. في الجنة توجد غزة جديدة بلا حصار تتشكل الآن. هبة أبو الندى رحمها الله. صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي انتوا بتسمعوني فيه. أهلا بيكم في episode 4 من randomly by me your host هبة طه. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير ومتماسكين في ظل الظروف اللي حاصلة دي. مبدئيا حابة أشكر كل الناس اللي قالت لي رأيها في الحلقة اللي فاتت واللي عملت ريبلاي على سبوتيفاي أو عموما بتحاول تعمل سبورت. أنا بجد ممتنة ليكم جدا جدا وكلامكم دايما دايما فارق معايا. عارفة إني مش بانزّل حلقات بشكل منتظم، بس يعني الحمد لله lately life has been tough to me. بامتحن وفي شوية ظروف وغير الأوضاع اللي حاصلة في أهلنا في غزة، بس يعني بنحاول بدعواتكم. الحمد لله هي دي طبيعة الحياة أصلًا، ويعني خلّي الحلقة دي تبقى inspiring ليكم إن أنتم تقوموا وتقاوموا وتكمّلوا وما تيأسوش ولا تستسلموا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولو عايزين تعرفوا ازاي ممكن تحافظوا على ده فممكن ترجعوا للحلقة اللي فاتت، فيها كلام ممكن يفرق معاكم. الحلقة النهاردة معرفش هتكون طويلة ولا لأ، بس جهزوا مشروبكم المفضل وتعالوا نتكلم سوا عن السوشيال كلاس أو الطبقات الاجتماعية وتأثيرها على حياتنا. الأول، تعريف الطبقة الاجتماعية هو مجموعة من الأفراد بتجمعهم صفات اجتماعية ومادية اقتصادية واحدة، وبناء عليه بيتقسم المجتمع بشكل هرمي من القاع واللي هي الطبقة الأكثر فقرا والأكثر شيوعا بين الناس، إلى الطبقات الأعلى اللي هي الأكثر غنى بس الأقل شيوعا بين الناس. طبعا كلنا عارفين إن في الدين مفيش فرق بيننا عند ربنا سبحانه وتعالى غير بالتقوى والعمل الصالح والعلم، لكن ده واقع حياتنا للأسف. وأنا هنا مش عشان أتناقش في إن ده غلط أو كده، لأ خالص، أنا هنا عشان أتكلم أكتر عن تأثير ده على حياتنا وإزاي اتأثرنا واتغيرنا وإحنا بنحاول نفت إن أو نتداخل في الطبقات الاجتماعية الأعلى مننا أو إحنا بنحاول نرتقي اجتماعيا، لأن إحنا حصرنا مفهوم الطبقة الاجتماعية في مظاهر مادية ولايف ستايل معين أكتر من كونها كمان المفروض متعلقة بمظاهر اجتماعية وأخلاقيات. بقينا بنسلك الطريق السهل ناحية الترقي الاجتماعي في إني أمتلك حاجات مادية معينة عشان أبقى في الطبقة الأعلى. بقينا بنبص على الإنسان ونقول ده كلاس A بناء على هو ماسك فون نوعه إيه، معاه عربية أحدث موديل ولا لأ، وبس باللاوعي بتاعنا كده. كان في حاجة ذكرت في كتاب بهجة الحياة البسيطة بتقول إن وسائل الإعلام والشركات جعلت الناس تسعى لشراء المكانة بدلا من اكتسابها، وهتلاقي ده حاصل بالفعل في إن براندات معينة أو شركات معينة أسمائها مقرونة بالطبقة الاجتماعية العالية، وده سبب إن الناس بتسعى تشتريها. نفس فكرة مثلا الناس اللي ما بتشتريش من براند محلي لمجرد إن هو براند محلي حتى لو كانت جودته بتنافس البراند العالمي عادي جدا. ومش الفكرة خالص إن الشخص يشتري حاجة غالية، لأ، هو حر طالما معاه الفلوس وعاوز ده عادي، لكن الفكرة إن الشخص عاوز يشتري الحاجة دي وممكن ما تكونش عاجباه ولا مناسبة ليه ولا لاستخدامه، بس هو عاوزها عشان يبقى في نظره مفهوم المجتمع كلاس A، واللي هو مفهوم أصلا خاطئ وسطحي جدا. المشكلة إن ده ما توقفش على فكرة امتلاك الأشياء المادية دي بس، الموضوع تطور لأفعال وممارسات وحتى مبادئ ومعتقدات ودين. فعشان نحاول نرتقي اجتماعيا أو نفت إن أو نتداخل في طبقة اجتماعية أعلى، وتاني برضو ده بمنظور المجتمع اللي هو خاطئ تماما، فبنشوف الطبقة الاجتماعية الراقية في المجتمع بتاعنا شكلها ازاي وبيعملوا ايه وحتى بيتكلموا ازاي ونعمل زيهم، حتى لو كان ده مش مناسب معانا ولا لمبادئنا ولا لقيمنا ومعتقداتنا وحتى ديننا للأسف. وكمان اللغة، كل ما نتكلم انجليش اكتر كل ما كان احنا كده في طبقة اجتماعية اعلى، مش بناخدها من منظور انها لغة وعلم وحاجة احنا بنحبها.
وبنفس المنطق برضه ربط بعض الأفعال والمعتقدات بالطبقة الاجتماعية الأقل، حتى لو كانت مبادئ صحيحة وتحترم وحتى لو كانت دينية. فالشخص الكلاس A ما يقدرش يعملها عشان هو كده هيبقى لأ في طبقة اجتماعية أقل بقى لو اتصرف زيهم حتى لو على حق. وفي أمثلة كتيرة قوي على كده، أقلها قضية الحجاب مثلا وغيره كتير قوي، لدرجة إن دي حاجة واضحة حتى في الأعمال اللي بنشوفها على التلفزيون، ربط الحجاب بالطبقة الاجتماعية الأقل، وربط الأفعال الغلط أو حتى لو كانت أفعال محرمة بالطبقة الاجتماعية الأعلى تحت عنوان ال open minded. مع إن الشخص ال open minded بجد هو شخص عقله متفتح ومثقف ومتقبل للاختلاف المفروض، مش بيحكم على الناس بشكل معين وبناء على حاجات سطحية وغلط كلها. والكلام ده كمان ممكن نسقطه علينا كمجتمع عربي وتعاملنا مع الدول الغربية، واللي الحقيقة ما تهاونتش لحظة إنها تبين لنا شعاراتها الكذابة في الفترة الأخيرة في أحداث فلسطين. إحنا بنعاني من حالة من فقد الهوية على مستوانا كأشخاص في مجتمع واحد عشان نبقى في طبقات اجتماعية أعلى، وعلى مستوى المجتمع العربي بنعاني من فقد الهوية العربية تيمنا بناس ما ترددوش لحظة يقتلونا بأبشع الطرق وبدون إنسانية. ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فتصبروا واصبروا يا جماعة ولينا النصر بإذن الله. مفيش مشكلة إن حد يمتلك حاجات مادية معينة بيمتلكها الطبقات الاجتماعية العالية. حلو أكيد إن الشخص يبان عليه مظاهر نعمة ربنا عليه ورزقه، وإن الشخص يجيب اللي هو عاوزه ويعيش حياة مرتاحة ومرفهة ولايف ستايل معين، وحتى يتصرف أو يعمل ممارسات وأفعال معينة خاصة بالطبقات الاجتماعية دي، بس فيما لا يتعارض مع مبادئه وشخصيته ومعتقداته ودينه، وطالما هو عاوز كده بجد، مش لمجرد إنه بالحاجة دي أو بالفعل ده هو كده هيبقى في طبقة اجتماعية أعلى. مهم دايما نفتكر إن في الأصل والدين إحنا كلنا عند ربنا سواء، مفيش فرق بينا غير بالتقوى والعمل الصالح والعلم، وإننا ما نحكمش على بعض بناء على حاجات سطحية غلط بمفهوم المجتمع، وياريت لو ما نحكمش على بعض أصلا كمان، وما نسمحش لحد إنه يحكم علينا أو يقلل مننا أو يحسسنا وحش عشان شايفنا بشكل معين بناء على مفهومه الغلط أصلا. ونكون دايما معتزين بنفسنا وهويتنا واختلاف شخصيتنا. مهم دايما تفكر في المحتوى اللي انت بتستهلكه، وتفتكر تراجع عقلك الباطن وكل الأفكار اللي مزروعة فيه، واللي هي بسهولة جدا ممكن تكون غلط تماما بس هي جرى العرف الاجتماعي إنها كده. وتفتكر برضو إن الطبقة الاجتماعية الراقية أو كلاس A دي حاجة المفروض الأهم فيها إنها محكومة بأخلاقيات ومبادئ واتيتيود أو طريقة تعامل وعلم الأشخاص، مش بس ممتلكاتهم ومظاهر حياتهم. ومهم دايما تفتكر إن القدس مدينة الحب والسلام يا صديقي، وكل ما هو جميل فيها. ادعوا لأهلنا في غزة وسوريا وفي كل مكان. شكرا إنكم هنا وشكرا إنكم استمعتوا للآخر. هتبسط قوي لو قلتولي رأيكم في الحلقة، ولو عجبتكم وحاسين إنها تستحق اعملوا لها شير وادعموني. وبس كده، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من راندوملي. باي باي.